تعالي كده اقولك، لو عندك علبة زبادي زي دي وتفاحية كده، تعالي هنعمل بيها احلى حلو في رمضان. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. معايا كده 2 كيلو حليب على النار، وهننزل بكوباية من السكر. وطبعا التحلية دي بتبقى حسب الرغبة، لو عايزة الحاجة تبقى السكر زيادة شوية ممكن تزودي، عايزة تبقى تقللي تقللي، دي حاجة براحتك. هنبتدي اقلب كده السكر مع الحليب لحد ما يدوب يا بنات. اتأكد كده ان السكر داب كويس. طبعا انا مشغلة النار عليه. هبتدي بقى اجيب كوباية من المية، هحط فيها كل كيلو حليب هياخد 5 معالق من الكاستر، وابتدي ادوبها. والوصفة دي لو حابة تعملي النص لبن والنص مية مفيش مشكلة، لو حابة تعملي بحليب خالص برضو مفيش مشكلة. هبتدي ادوب الكاستر كده. طبعا انا كنت مصورة الخطوة دي بس تقريبا كده التليفون ما كانش بيصور. حطيت كوباية من المية، وحطيت فيها 10 معالق من الكاستر، وهنزل بمعلقة من الفانيليا، وأدوب كده الخليط بتاعي كويس. وهنزل بمعلقة من البيكنج باودر اللي هو بيكنج باودر الحلويات، دي طبعا بيديها شاشة كده وبيديها نعومة. دي طبعا كريمة الحلويات اللي بتاكليها عند الطباخ، وطبعا كلكم بتبقوا مبهورين بيها رغم انكم بتعملوها في البيت بس ما بتطلعش معاكي مظبوطة. هطلعها لك النهاردة احسن من اللي بتاكليها بره. دوبت كده الكاستر مع المية، وهنزل طبعا اللبن كده دخل على الغليان. هبتدي اوطي النار سنة، وانزل بالخليط بتاعي سنة سنة كده، وانا بضرب ضرب بالمضرب. طبعا الضرب هيكون مستمر عشان ما تكلكعش منك. ولو انتي ما تقدريش تعملي الخطوة دي يبقى هتعملي كله على البارد. هتحطي اللبن وهتحطي الكاستر وهتحطي الفانيليا وهتحطي البودر، وتقلبي الحاجات دي كلها على البارد قبل ما تنزلي على النار عشان ما تكلكعش منك وتعمل معاكي كلاكيع. لو هتقدري تعمليها زي ما انا بعمل كده خلاص مفيش مشكلة، انا بعمل كده عشان انجز. وطبعا انا فاهمة انا بعمل ايه فما بيش بتكلكع مني كده. خلاص نزلت كله بالخليط. طبعا اول ما بنزل بالخليط مرة واحدة كده واللبن سخن طبعا بتبتدي القوام بتاعها يتقل معايا. زي ما انت شايفة انا بضرب على طول مش بوقف ايديا خالص. ابتدت كده القوام هيتقل معايا، وهتبتدي تغلي. ما تنسوش حبايب قلبي تحطي لي لايك للفيديو، وشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد. طبعا كده بتغلي معايا زي ما انتم شايفين، بتعمل بقى من على الجوانب. بسيبها حوالي 3 ل 4 دقايق تغلي على النار، علشان في ناس بتشتكي وبتقول يا ام اسلام الكريمه بتسرد مني ميه بعد ما بتنحط في التلاجة. طبعا يا حبيبتي انت ما بتسويهاش كويس، لازم تستوي كويس زي ما انت شايفه كده. تغلي تعمل بقى كده وتسيبيها حوالي 3 دقايق على النار. دي علب الزبادي اللي كانت عندي. طبعا انا ما برميهاش لان هي في الحاجات دي بتبقى بصراحه حكايه. ببتدي اعبي العلب كده زي ما انتم شايفين. وطبعا عندي علب بلاستيك، وعندي علب فويل، وعندي ازاز. بتحطي في التشكيلات اللي انت عاوزاها. خلي بالك الكميه اللي انا عملتها دي بتعمل كميه كتير. طبعا هدخلها التلاجة، هسيبها الاول تبرد شويه وبعدين هدخلها التلاجة لمده ساعه. هبتدي بقى اجهز الفواكه بتاعتي. معايا مانجا طلعها مفرزاها في التلاجة زي ما انتم شايفين. المانجا متقشره زي صبع الموز، وبقطعها بكل سهوله ازاي، ولا في حروسه بقى ولا حاجات ولا تلزيق ولا حاجات من ديت. هبقى اوريكي في فيديو ازاي تقشري المانجا من التلاجة من غير ما تبهدلي الدنيا. زي ما انت شايفه طالعه مكعبات بسم الله ما شاء الله، وكمان بتطلع مني من البذره. شايفين البذره مطلعاها من غير ولا نقطه ميه. قطعتها كده مكعبات، وبنزل فيها بطبق فاضي،
وبجيب الموز برضو بقطعه. طبعا الوصفة دي بتبقى محتاجة موز، تفاح، مانجا، اي فاكهة عندك، بس يعني هي اساسها الصراحة التفاح والموز عشان بيظبط الطعم بتاعها. هبتدي اقطع التفاح بتاعي، هشيل البذر منه وهقطعه 4 تقطيعات، وبعد كده هبتدي اقطعه تقطيع صغيرة. عايزاها رفيعة جدا عشان تبقى ما تبكيش في الاكل او تبقى بارزة. طبعا كمية الفاكهة اللي انت عاوزاها، عايزة تكتري تكتري، تقللي تقللي براحتك، حاجة دي ترجع لك. هعمل كده واحدتين. حبايب قلبي لو انتوا لسه معايا على الفيديو، بالله عليكم ما تنسيشوا اللايك وتدعوا لي دعوة حلوة كده ان ربنا يشفيني. بصراحة الوصفة دي هتجربوها ان شاء الله هتعتمدوها، والكريمة معلش هتفشل منك تاني. زي ما انت شايفة ادي الفاكهة بتاعتي. هنزل بقى بزبيب، لو عندك زبيب، ما عندكيش خلاص مفيش مشكلة. هنزل بمعلقتين من السكر، والسيرب لو عندك شربات او عندك عسل او عندك اي حاجة هتنزلي بمعلقتين برضو. ده بنات شربات مانجا فيتراك، ده بيديها طعم خطير الصراحة. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. وهنزل بنص كوباية مية وهقلب الخليط دوت. شوف بقى في واحدة هربانة مني، بس على مين كده؟ بعد الكريمة بتاعتي ما قعدت في التلاجة ساعة بالظبط واتمسكت. طبعا الكاميرا هنا مش مظبوطة معايا، ما ظبطتش، ما جابتش الشكل الصراحة، انا زعلانة بس معلش بقى، سامحوني في الحتة ديت. ببتدي كده افكها وانزل في الطبق. دي العلبة بتاعت الزبادي، شوف شكلها بقى بعد ما طلعت وبقى شكلها الجميل عامل ازاي. بصراحة ده احسن شكل انا بحبه. شوف عاملة زي الطبق. هبتدي بقى احط فيها الفاكهة، بتبقى زي الطبق كده من فوق يا بنات. بنزل كده بالفاكهة، بصراحة اختراع، واو تحفة بجد. انا بمنتج الفيديو دلوقتي مش قادرة بجد يعني، بس الصراحة تحفة تحفة تحفة، طعم وشكل ومنظر. وهتبهرك كمان قدام ضيوفك لو عندك عزومات. طبعا في رمضان عارفين كلنا بيت أهل وكرم، وبنحب نعمل عزومات في رمضان. دي الصراحة في العزومات حكاية، وحاجة خفيفة كده وما هيش تقيلة، وبتشجع الكل إن ياكلها. دي طبعا علب كانت علب بونبوني، والله شايفين العلبة عاملة ازاي؟ شوفي المنظر بتاعها صراحة تحفة. هنزل برضو بالفاكهة بالطريقة ديت. ولو عندك بنوتة ان شاء الله هتقدر تعملها. دي حاجات خفيفة للبنات يا بنات، البنات الصغيرة اللي هي مش بتدخل المطبخ، يسلوا بقى في رمضان كده ويطلعوا لنا حاجة حلوة من تحت ايديهم. ما تنسوش حبايب قلبي تعملوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد.